إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. لو اول مره بتشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بنقدم تغطيه خاصه باخبار النادي الاهلي واخبار نادي الزمالك بالاضافه لموعد المباريات. فلو اول مره بتشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. في الحلقه ديت هنقدم لكم تشكيل نادي الزمالك المتوقع للقاء نصر حسين ضاي في الجولة السادسة من بطولة كأس الكونفدرالية تحت المسمى الجديد كأس الاتحاد الأفريقي. قبل ما نخش في التشكيل المتوقع للقاء نذكركم بموعد المباراة. إن شاء الله المباراة هتبقى يوم الأحد القادم الموافق 17 مارس 2019 17/3/2019. مباراة هتكون الساعة 6 بتوقيت القاهرة، الساعة 7 بتوقيت السعودية، الساعة 8 بتوقيت الإمارات. تاني مباراة هتكون الساعة 6 بتوقيت القاهرة، الساعة 7 بتوقيت السعودية، الساعة 8 بتوقيت الإمارات. أما عن تشكيل نادي الزمالك المتوقع للمباراة فهنقول تشكيلين، والاختلاف هيبقى في الرباعي الهجوم بسبب إن نادي الزمالك مش محتاج من المباراة غير نقطة وحيدة للتأهل لدور الثمانية. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك والصعود على حساب نصر حسين ضاي الجزائري الصعود لدور الثمانية. التشكيل الأول المتوقع للمباراة: في حراسة المرمى محمود جنش، خط الدفاع من اليمين للشمال الدولي التونسي حمد النجاز، 2 سرد باكات محمود علاء ومحمد عبد الغني إن كان جاهز من وجهة نظر المدير الفني، وممكن نشوف جنب محمود علاء محمود الونج. باك ليفت عبد الله جمعة. خط الوسط الدولي التونسي فرجاني ساسي واللاعب طارق حامد. رباعي هجومي يوسف إبراهيم أوبان. جناح أيمن أحمد سيد زيزو. جناح أيسر اللاعب حميد أحداث. ومهاجم وحيد عمر السعيد أو اللاعب خالد بوطيب بعد العودة لتدريبات نادي الزمالك. أما التشكيل الثاني المتوقع للقاء: في حراسة المرمى محمود جنش، خط الدفاع من اليمين للشمال حمد النقاز محمود علاء ومحمود الونش عبد الله جمعة. 2 في وسط الملعب طارق حامد وفرجاني ساسي. الرباعي الهجوم يوسف إبراهيم أوباما، وممكن نشوف إبراهيم حسن جناح أيمن واللاعب حميد أحداد أو محمود كهربا جناح أيسر. ومهاجم وحيد أتوقع الدفع باللاعب عمر السعيد. ودي كانت حلقتنا عن التشكيل المتوقع لنادي الزمالك. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك المباراة القادمة أمام نصر حسين ضاي الجزائري والتأهل لدور الثمانية. دي كانت حلقتنا. ما تنساش إن عجبتك الحلقة تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وانتظرونا في فيديو جديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. صل على محمد.